السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهاردة اول فيديو ليا بعد العملية، اول فيديو ليا في رمضان. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وليمة. هنعمل مع بعض كده من نص كيلو لحمة بس، صاد حلو جدا من الجلاش، وكمان صينية المكرونة الخطيرة دي من نص كيلو لحمة بس، وهتكون طعمها خطير. طريقتنا النهارده سهله وبسيطه خالص، وكمان مظبوطه وطالعه معايا تحفه كده، وحاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله القوام بتاعها مظبوط وطعمها تحفه. يلا نسمي الله كده ونشوف حضرنا المكرونه بشاميل والجلاش ازاي. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده بالظبط 3 4 بصلات كبار، علشان الكميه بتاعت اللحمه بتاعتنا عايزين كده نكتر البصل عشان تطلع معانا مظبوطه، وكمان الكميه تكفي. نزلت كده بمعلقتين كبار من السمنة، وعليهم بالظبط معلقتين من الزيت. وزي ما انتم شايفين كده فرمت البصل فرم ناعم. وهنزل اول ما الزيت والسمنه بتاعتي يسخنوا على طول هنزل بالبصل زي ما انتم شايفين كده. الاول هنزل بالبصل وبعد كده يتبالوا شويه، وهنزل لا بنص كيلو اللحمه. هخليها كده واحده واحده تفك. انا مش هحط فلفل اسمر ولا كمون ولا اي بهارات خالص. آه بدال اللحمه لسه متلجه، لو حطيتوا البهارات بتاعتكم والملح اللحمه وهي متلجه هتعمل تكتلات. خلوها تفك براحتها وانزلوا بالبهارات بتاعتكم. نزلت كده بحبايه كده او يعني شويه كده من الفلفل. لو عندكم فلفل الوان حطوا، لو مش عندكم يعني انا حطيت واحدة فلفل كده حراجة بتديها طعم حلو بصراحة. قطعتها قطع ناعمة كده ونزلت عليها. وبعد كده في الاخر خالص نزلت بحباية كده او اتنين من الطماطم مقطعاها برضو قطع صغيرة. نزلت عليها على العصاج بتاعي. هقلب كده تقليبه حلوه، وبعد كده اسيبها تستوي براحتها. تعالوا كده اوريكم شكلها خطير وريحتها تحفه بصراحه. طبعا حطيت البهارات بتاعتي فلفل اسمر وكمون وشويه صغيرين من الملح، وتبلتها كويس وسبتها كده براحتها استوت، وشلتها من على النار. هنعمل مع بعض المكرونه. هنجهز مع بعض المكرونه. حطيت ميه تغلي على النار، نزلت فيها بنص معلقه من الملح ومعلقه من الزيت، ونزلت بكميه المكرونه اللي انا عايزاها. طبعا ما بتاخدش وقت خالص في السلق، بالظبط 10 دقايق. خلصتها. هنعمل مع بعض البشاميل. البشاميل عشان يطلع معاكي مظبوط، تعالى اقول لك على خطوه كده او اتنين عشان يطلع معاكي مظبوط وما يكلكعش منك. اول خطوه لازم يكون اللبن بارد، ما تحطيش اللبن سخن. وكمان الخطوة التانية خلي في ايدك مضرب وانت بتعملي كده بتنزلي اللبن. نزليه على واحدة واحدة كده، ويكون المضرب في ايدك على طول عشان ما يكلكعش معاكي وما يعملش معاكي تكتلات. نزلت كده حوالي 3 معالق كبار من السمنة و4 معالق كبار من الدقيق. خليهم كده يستووا مع بعض كويس، وبعد كده هنزل باللبن زي ما انتم شايفين كده. هنزل باللبن واحدة واحدة كده، بس أهم خطوة الأساسية هدي النار والمضرب في إيدي التانية كده واحدة واحدة علشان ما يعملش معايا تكتلات وما يكلكعش منك. الخطوة المهمة والأساسية يكون اللبن بارد. هفضل اقلب فيه كده تقليب مستمر على نار هادية، وبعد كده هنزل عليه بمكعب مادي كده بودي البشاميل في حتة تانية خالص. لو حابة تحطيه، لو حابة تستعنى على الخطوة دي تماما. هنزل كده بشوية من الفلفل الأسمر والكمون، وكمان شوية كده من الملح. هقلب فيه كده تقليب مستمر لحد ما اخد القوام اللي انا حباه، وهطفي عليه على طول. شايفين كده تمام. هنحضر المكرونه بتاعتنا. المكرونه بتاعتي سلقتها سلقه كويسه كده وصفيتها من الميه بتاعتها. هنزل عليها كده بشويه من البشاميل، بيديها طعم حلو وبيخلي القطع تطلع معايا متماسكه. هقلب كده كويس شويه البشاميل اللي انا حطيتهم. عندي الصينيه بتاعتي مدهونه كده شويه من السمنه. هنزل بنص كميه المكرونه كده في الصينيه، وبعد كده هنكمل مع بعض. اوعي تنسي تحط اللايك. شايفين. وكمان شويه البشاميل اللي احنا حطيناهم دول بيطلعوا المكرونه بتاعتنا متماسكه وبتكون طعمها تحفه بصراحه. هنزل كده باللحمه المفرومه، ريحتها رهيبه، مش قادره اقول لكم على ريحتها وطعمها تحفه. هظبط كده الصينيه بتاعتي. انا عايزه كل حته كده يكون فيها لحمه يعني.
نرضيها يعني. زي ما انتم شايفين كده من نص كيلو عملنا وليمة يعني، مش رضينا. اللي عايز جلاش عملنا له جلاش، واللي عايز مكرونة عملنا مكرونة من نص كيلو لحمة بس. هظبط كده الحروف بتاعتي، وبعد كده تعالوا اوريكم البشاميل طالع معايا مظبوط ناعم جدا، ما فيهوش اي تكتلات، علشان عاملينه صح وخطوه خطوه كده. هو الموضوع سهل وبسيط، ما بياخدش وقت خالص في التحضير. بس خلي بالك كده الخطوه الاساسيه يكون اللبن معاكي بارد، وكمان النار هاديه عليه وانت بتحطي اللبن. ما تعليش النار عليه علشان ما يتحرقش منك، وكمان ما يكلكعش معاكي. خلاص خلصت المكرونه، هركنها على جنب، مش هدخلها الفرن. انا هحط المكرونه مع الجلاش في وقت واحد. معايا لفه جلاش كده، وكمان هنكمل مع بعض. يعني انا خدت لفه الجلاش، حطيت كده كل طبقه ورقتين من الجلاش. الصاج بتاعي هدهنه كده شويه من السمنه، زي ما انتم شايفين كده. هاخد ورقتين من الجلاش اول طبقه، وكمان لو عندك في النص كده واحدة او اتنين او تلاتة اتقطعوا منك مش مشكلة، حطيهم في النص، ما بيظهروش، ما بيعملوش اي مشكلة خالص. كله بيتسوى مع بعض. وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت كام واحدة كده مقطوعين في النص، واحط عليها شوية من السمنة، وهكمل بنفس الطريقة. هخلص نص كمية الجلاش وهحط الحشو، وبعد كده هنكمل. معايا نص الكمية حطيتها، هنزل بالحشوة معايا. شايفين يعني الموضوع المكرونة والجلاش كله كده مع بعضه ما اخدش نص ساعة بس. هظبط كده الحروف بتاعتي علشان ما تتحركش مني، لان الحروف بتاعت الجلاش بتكون رقيقة، والنار لو طليتها بتتحرق على طول. رشة خفيفة كده من السمنة بين كل طبقة. خلاص خلصت الصاج كله. معايا كوبايه من اللبن، حطيت عليها ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت عليها شويه من الفلفل الاسمر وكمون وملح. ما تكتروش عشان ما يطلعش معاكم حادق، يعني من كل حاجه كده على طرف المعلقه. بس اهم خطوه علشان يطلع معاكي هش كده وخفيف جدا ويطلع معاكي مورد، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. بتخليه حلو جدا وبيطلع معاكي منفوش كده، وبتظبطه وبتخليه معاكي 10/10. قطعته كده الحجم اللي انا عايزاه، زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. خلاص هقلب كده كويس، وهنزل باللبن واحده واحده. انا هنا ما حطيتش بيض خالص، لبن بس، لبن وملح وشويه صغيرين من الفلفل الاسمر والكمون، وشويه صغيرين من البيكنج باودر. هظبط كده الحروف، انا عايزه كل حته كده تشرب من اللبن، وبعد كده هنكمل مع بعض. حابين تحطوا كده تدلعوه وتحطوا على وشه كده شويه جبنه موتزاريلا، يا سلام، بيكون طعمه تحفه واللون بيكون خطير. انا هنا حطيت على المكرونه وحطيت شويه صغيرين على الجلاش. هدخل المكرونه والجلاش مع بعض، هيستووا ما ياخدوش بالظبط تلت ساعه على نار 180. يكون الفرن شغال من فوق ومن تحت، بس علوا النار من تحت الاول، وبعد كده هدوا عليها من فوق علشان ما يحمرش معاكم على طول. هيطلع معاكم بالشكل الخطير ده وريحته تحفه. ما تنسيش تحط اللايك في الحته الحلوه دي، بصراحه كانت تحفه. المكرونه والجلاش كان اجمل كمان. شايفين؟ تعالى اوريكم الجلاش رهيب. شايفين حلو ازاي؟ والتسويه بتاعته كمان مظبوطه 100%، وطالع معايا كده مجربش من بره من جوه، طارق كده، وطعمه وريحته خطيره. ما تنسوش تجربوهم، تجربوا الجلاش بنفس الطريقه، وكمان المكرونه، وكمان تكتبوا لي كده في الكومنتات. وما تنسوش تدعوا لي دعوه كده من القلب في الايام المفترجه دي بالشفاء العاجل. ربنا يسعدكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان سعيد عليكم ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.